وصلنا الى مطار العريش وكان استقبالنا معالي الوزير محافظ شمال سيناء، واحنا جينا النهارده عشان نعقد هذا الاجتماع مع مسؤولين على المستشفيات الجامعيه علشان ناكد دعمنا لاولادنا واشقائنا جرحى ومصابي قطاع غزه. الحقيقه معانا برضو امين مجلس اعلى الجامعات، معانا رؤساء الجامعات، جامعه القاهره، جامعه عين شمس، جامعه قناه السويس، جامعه المنوفيه، والحقيقه الجميع مع بعض علشان ناكد دور وزاره التعليم العالي والبحث العلمي لدعم اولادنا المصابين زي ما قلنا باي احتياجات محتاجينها. انا ادعو بقى لو زمايلنا حب عايز اي حد يتكلم في هذا الاطار ياكد برضه دورنا. يعني القرارات الثلاثه والقضايا يعني في اعداد المستشفيات الجامعيه مثلا تكون ازاي آلية للعمل. النهارده احنا جايين نعقد مع المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه. اولا كل مستشفيات جايين بنأكد جاهزيتها لاستقبال اي حالات طارئه واي حالات مستعصيه جاهزين لاستقبالها، مش بس اقليم الاسوان انما بتمتد ايضا عن اقليم القاهره الكبرى. جميع مستشفياتنا الجامعيه اللي تزيد على 140 مستشفى جامعي سواء مستشفيات تخصصيه او عامه جاهزين للاستقبال. فاحنا في عندنا كذا خط. الخط الاولاني هو بنقول عليه اقليم قناه السويس بمستشفياته كلها جاهزه، وبعدين بعد كده معانا الصغير بتاعها هو المستشفيات اللي في اقليم القاهره الكبرى وباقي المستشفيات الجامعيه. احنا بنؤكد النهارده معانا زي ما بقول كل مديري المستشفيات الجامعيه عشان نعقد هذا الاجتماع الطارئ لدعم اولادنا المصابين والمحتاجين للمساعده